السلام عليكم. مرحبا بكم عندي في اول قصه لي في هذه القناه. القصه اللي كتبدا عند واحد البنت سميتها ريهام. ريهام واحد البنت زوينه بزاف، ساكنه مع باباها وماماها في واحد الفيلا اللي كبيره. باباها مدير ديال افخم اوطيل في ديك المدينه اللي ساكنين فيها، والفيلا ديالهم حدا الاوطيل. وكانت ريهام ديما كتسمع شي اصوات من جهه الاوطيل، الغوات، الضحك والبكا، اصوات مختلفين. حتى واحد النهار سولت باباها وقال لها باللي دوك الاصوات كيجيو من واحد الغرفه مقفوله وكيقولوا بلي هي مسكونه. ريهام طلعت لبيتها وبقات كتفكر في هادشي اللي قال ليها باباها حتى داتها عينيها ونعسات. الصباح ملي فاقت غسلت وجهها ولبسات حوايجها فطرات ومشات للوطيل. خدت السواد ديال ديك الغرفه، مشات حلاتها، دخلات. مع الدخله بدات كتسمع دوك الاصوات نيت، الضحك، الغوات والبكا. شويه وهي تسد عليها الباب بالجهد وهي تخلع وبدات كتبكي. حاولت تحل الباب ولكن والو، الباب ما بغاش يتحل. وهنا غادي نحبسوا القصه ديالنا الاخوان، ولا بغيتوا الجزء الثاني قولوا لي في الكومونتير. واللي مازال ما تابوناش في لاشين اش كيتسنى تخلي تابونا. وكما كتعرفوا الاخوان انا حاليا خدام غير بالتليفون، داكشي علاش القصص يجيكم قصيره شويه، ولكن هادشي اللي عطا الله ان شاء الله.